اذا على بركه الله. شحال هذه ما جربت هاد السي ديال الفيديوهات ديال غادي وكنهضر. كما كتشوفوا ما رانيش في الدار، اذا ما رانيش في مدينتي اصلا. هذا يكون تكمله ديال الفيديو اللي داز ديال علاش كنكون عارفين شنو خصنا نديرو وما كنديروش. غنهضر على جوج الحوايج معينين، وهما ما يسمى بالمالاداتيف داي دريمين، ترجمناها بالدارجه تعطيك احلام اليقظه. والحاجه الثانيه هي الهضره بزاف، وانا غادي نزيد نشرح وتفهموني علاش شنو كنقصد. كنساين هنا نمشي لشي بلاصه اللي تكون شويه كالم اللي نقدر نجلس فيها باش نبدا الهضره مزيان. بعد قبل ما ندخلوا نهضروا على الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه، بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي تقدروا تستافدوا منها شي حاجه. دابا انا اليوم خارج هذا الصباح، دابا تقريبا هذه 3 الصباحات اصبحات كنخرج باش نشرب قهوه في شي بلاصه. صافي كنخرج معايا التليفون، كنجلس كندير لي زيكوتور، كنبقى نتفرج في شي حاجه ولا نقرا شي حاجه الى اخره. لكن اليوم قررت البارح بانني غادي نخرج نصور فيديو، بيسكو السبت ما غاديش نكون في الدار، يعني ما يمكنليش نصور، ضروري خصني نحط. قلت اذا غادي نخرج نصب بعد هذا الريح ما يكونش كيديرونجي. قلت ضروري خصني نصور فيديو، يعني نخرج نصور فيديو. هزيت كاع الكاميرا وداك الشيء ديالها، ولكن ما ديتش معايا التليفون، ما زيدتش معايا التليفون باش تعرف بانه انت ما مبليش بالتليفون. انت فقط مازال ما قادرش تركز على 100% على الاهداف ديالك، حيت اون فوا تركز على 100% حتى حاجه ما تبقى عندها قيمه، او حتى حاجه ما غادي تبقى عندها داك الشغف او داك الحب اللي كتحس به ليها. مثلا التليفون، العلاقه ديالك مع التليفون ما غاديش تبقى الا كنتي مركز 100% على واحد الهدف، واحد البلان، واحد هذا اللي غادي دير. المهم نتمنى تكونوا تمنيتوا. واحد شويه غادي ندخلوا لواحد البلاصه ونهضروا على الموضوع. نجلسوا في هذه البلاصه هذه، نتمنى يكون الصوت مزيان، الصوره واضحه، الكاميرا اصلا علينا طفا، الناس كون ما كديرونجيكمش الموسيقى. سي باش لقيت شي بلاصه زوينه اللي طرونكيل شويه باش نبدا نصور. نبداو على بركه الله. ما اصلا ما غاديش نهضر بزاف لانه حتى الكاميرا علينا. اذا نبداو على بركه الله. اولا قبل كل شيء ما ننساوش ديما خوتنا في غزه، خوتنا المستضعفين في اي بلاصه. القضيه ديالهم في تدهور الصراحه، خصنا نعاونوا باي طريقه لقيناها. مقاطعه، دعاء، اللي قادر يتصدق بالفلوس تا هي تصدق به. ثانيا الا كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى، كنهضروا على الكتوبه، كنهضروا على السيلف هيلب يعني تطوير الذات، كنهضروا على البروداكتيفيتي، دير لايك سبسكرايب. كما قلت قبيله، هذا الفيديو يكون تكمله ديال الفيديو اللي داز ديال علاش كنكونوا عارفين شنو خصنا نديرو وما كنديروش. كنكونوا عندنا واحد الخطه واضحه وما كنقدروش نطبقوها او نمشيو فيها، نبقاو مستمرين على داك الشيء اللي خصنا نديروه. هضرت على جوج الحوايج وقيله ولا ثلاثه في الفيديو اللي داز. اليوم عاوتاني نهضر على واحد جوج الحوايج اللي اولهم هي ما يسمى بالكبر كيسميوه غوست مود، يعني نظام او طور الشبح. اشرح لكم شنو هو النظام او طور الشبح. هو كتختفى بمعنى الكلمه، كتختفى على الناس. ما خصهمش يعرفوك شنو كدير، ما خصهمش يعرفوك فين غادي، ما خصهمش يعرفوا الخطط ديالك، ما خصهم يعرفوا عليك حتى شي لعب. يعني كتغبر بمعنى الكلمه، كتشد على راسك في شي بلاصه، يعني ماشي بالضروره تدخل لشي شومبر ولا شي بيت ولا شي حاجه وكتشد عليك، ولكن مينتالي يعني دماغيا كتشد على راسك، يعني كتحط راسك في واحد ليطا اللي ما تبارطاجي مع حتى شي واحد حتى شي حاجه. فاش كتفيدك هذه القضيه؟ انك ما تبارطاجيش مع الناس الاهداف ديالك، وسيرتو ماشي الاهداف وانما اكثر انك ما تبارطاج معهم لي بلون ديالك، يعني الخطط ديالك. بزاف الناس يصحابهم ما خصكش تبارطاجي مع الناس حيت سيعينوك، يقوصوا عليك، حيت غادي يديروا لك، حيت غادي يطيحوا منك، حيت ما غادي يفشلوك، حيت غادي يعطيوك شي حاجه نيجاتيف اللي ما غاديش تخليك. صراحه ماشي هذا هو السبب. والصراحه انا بعدا في لونطوراج ديالي الناس كاملين اللي تنعرفهم ناس مزيانين، كيبغيو لي الخير، متاكد سواء صحابي سواء العائله الى اخره. وجو بونس بزاف الناس كاينين في هذه الحاله. ولكن علاش ما كنبغيش نبارطاجي مع حتى شي واحد حتى شي حاجه، وعلاش انت خصك ما تبارطاجي مع حتى شي واحد حتى شي حاجه؟ تو سامبلومون الدماغ ديالنا منين
كتهضر على شي حاجه كيفرز كيميائيا داكشي اللي بحال اللي درتي انت داكشي. يعني كتوصل لواحد المرحله انك كيولي الهدف ديالك ماشي انك تدير داك الحاجه ولكن غير تهضر عليها. كتولي ملي كتهضر عليها راك خديتي الساتيسفاكشن بالنسبه لدماغك، راك بحال اللي درتيها. يعني ملي كتجي ديرها كيبقى يعكزك وما كتقدرش ديرها. هذا هو السبب الرئيسي. داكشي ديال العين والتقواز هو داكشي حق. العين مذكوره في القران وحنا عارفين بان حق وكاينه، ولكن كيقول واحد العالم نسيت شنو سميتو معروف، كيقول لك بانه العين خصنا نامنوا بها ولكن ما خصناش نفسروا بها الامور. يعني بالنسبه كيقول لك هو بالنسبه له بانه انك تفسر بانه وقعت لي هذه وهذه بسبب العين، بحال اللي تقول كتدخل في الغيب ديال الله سبحانه وتعالى، حيت انت ما متاكدش، ما عندكش واحد الدليل قاطع بان هذاك السبب. المهم هذا موضوع اخر. دونك السبب الاول هو ما خصكش تبارطاجي معاهم، لانه دماغك كيبقى يفرز داك هرمون السعاده بحال اللي انك درتي داك الشيء ومشيتي في داك الخطه، كيبقى يعكسك. يعني ملي كتجي دير ليكزيكسيون بحال اللي انت ديجا فرحان ساتيسفايد، بحال شي واحد كلا شي وجبه زوينه اللي كتعجبو وكتحط له عاوتاني شي حاجه واحده اخرى كيقول انا شبعان ما عندي ما ندير. نفس القضيه بالنسبه للدماغ، ملي كتبارطاجي مع الناس كتقول له هذا الخطه ديالك وتمشي مع هذا تقول له الهدف ديالي وشنو ناوي ندير هذا كتولي بحال اللي كتعكز راسك انك ما ديرهاش، باش دماغك كيبقى يلعب لك هاد الالعاب هذا مع راسك بانك ما توصلش لذاك الشيء، بانك ما ديروش، انك كتولي مبلي البليه ديالك هي انك تبارطاجي مع الناس الهدف ديالك. اوكي كاينين دي زيكسيبسيون، كاينين شي ناس اولا شي نوع ديال الناس اللي خاصك تبارطاجي معاهم او لا مزيان انك تبارطاجي معاهم. اولهم هو شي واحد اللي بحال يقول غادي كوتشيك اولا غادي يمشي معاك في داك الطريق اللي انت باغي تمشي معاه فيها، بحال كيسميوه بالانجلي اكاونتابيليتي بارتنر، يعني بارتنير اللي بحال اللي كيدير لك ما يسمى بحال بحال شي استاذ يبقى متبع معاك، شي واحد اللي غادي يبقى متبع معاك. يعني سوا هو داز من داك الشيء وعارف لي زيتاب، عارف كل شيء، وانت كتانسبيري كي اسبيريك، يعني بحال شي مينتور ولا شي كوتش اللي غادي يوريك منين دوز، سوا شي واحد اللي غادي يمشي معاك في داك الطريق. يعني انت متاكد بانه تشدو انت ويا داك الطريق وتبقاو غاديين بحال تنافسوا، يكون بحال شي رايفل ديالك، يعني بطريقه اللي زوينه. يعني هادو هما جوج الناس اللي خصك تبارطاجي معاهم او لا مزيان انك تبارطاجي معاهم. كما قلت لك المينتور، يعني شي واحد اللي غادي يمينتوريك، شي واحد اللي يكوتشيك، شي واحد اللي غادي يوريك الطريق منين دوز، شي واحد اللي غادي يشوفك زقلتي شي شويه الطريق من تجي ولا ما تجي يقول لك ارجع فين غادي. ثاني واحد وهو شي واحد اللي غادي تنافس انت وياه، شي واحد اللي انت وياه عندك نفس الفيزيون، نفس الاهداف، نفس الجولز، وغادي تمشيو انت وياه باش كل واحد يبقى يسول في الاخر فين وصلتي شنو درتي الى اخره. اما الناس العاديين تواليديك اي واحد ما تبارطاجيش معاهم الاهداف ديالك، سورتو الخطط تقدر تبارطاجي معاهم ليماج الكبيره، ولكن الخطط ما تبارطاجيهمش. كاينين ثلاثه ديال الرياكسيون الاولى هو شي واحد غادي يجاوبك بطريقه نيجاتيف، يعني شي حاجه اللي خايبه، مثلا يطيح من داك الهدف ديالك اولا من داك الخطه، يقول لك ما تقدرش ما كذا ما هكذا. النوع الثاني هو النوتخ يعني كيخليك كيقول بحال زعما كندبر راسك. النوع الثالث هو الخطير، هو اللي كيجاوبك بطريقه ايجابيه زوينه وكيبقى يكبر منك انت ملي كتحس بداك كيبقى يكبر فيك ويطل يمجد فيك، يقول لك واو كي درتي لها، كيفاش غديرها، واو كيفاش فكرتي في هذه الخطه، هذا الشيء واعر والله الا جوني عليك، برافو صافي خديتي انت الجرعه ديال السعاده ديالك، صافي ما تبقاش باغي دير داك الشيء، فرحتي ولا وصلتي لذاك الساتيسفاكشن، ما غاديش تبقى قادره تدير داك الشيء. يعني هنا كنوصلوا للحاجه الثانيه وهي تكميله للحاجه الاولى، وهي ما يسمى بالداي دريمين او لا ترجمناهم بالدارجه تعطيك احلام اليقظه. شنو هما احلام اليقظه ولا الداي دريمين؟ هي كيولي الانسان الهدف ديالو ماشي ليكزيكسيون ولكن التفكير في ليكزيكسيون. كتوصل لواحد المرحله انك كتولي تشوف الحياه زوينه وغوزيه كما تيقولوا، كتبقى تشوف الخطه ديالك كتبقى تشوفها في دماغك انك تيكزيكوتها، انت غادي درتي هذه بنفس الطريقه. منين كتقول للناس حتى منين كتبقى هي كتفكر فيها في دماغك حتى هو كيبقى يتفرزوا لك هرمون السعاده. ملي كتجي ليكزيكسيون ما كديرهاش. يعني المشكل ديما كنقول المشكل الكبير هو انك عارف الخطه، هذا هو المشكل الكبير، حيت كنتي ما عارفش الخطه غادي تمشي تبدا تيكزيكوتي، وكل ايطاب تستمنع عاد دوز ليطاب الثانيه عاد تفكر شنو خصك دير.
فوالا نشربوا قهوه بعدا شحفت. فوالا هادو هما جوج الحوايج اللي كنت باغي نهضر عليهم اليوم، هما الجوست مود، يعني طور كيسميوه طور الشبح. بيان سور حنا في المغرب دوله اسلاميه ما يمكنلكش دير هما هذا الجوست مود جاي من الغرب، يعني كيقول لك سميتو، كيقول لك زعما كيدير بنادم 18 عام 19 عام راه كيسمح حتى في والديه الى اخره. حنا ما يمكنناش نديروا هذا الشيء. يعني شنو كنقول دير واحد البول هي على دماغك، هي دماغيا، يعني ماشي تجلس شاد على راسك في واحد البيت ولا في شي دار ولا في شي حاجه، هي دماغيا شد على راسك، كتم الاسرار ديالك، راه حتى في الدين كاينه، يعني حتى في الدين بصح نكون راني في الفوكس هو هذاك صافي. حتى في الدين كاين الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. يعني من الاحسن ما تبقاش تبارطاجي مع الناس الاهداف ديالك الخطط ديالك، لان كما قلت لك كاينين ثلاثه ديال الرياكشن، بعد جوج ديال الرياكشن ديال شي الرياكشن السلبيه راه كتعطيك الموتيفاسيون باش تنوض دير، اما الرياكشن الايجابيه راه بحال اللي كتفشلك، يعني كتعطيك كتفرز لك داك هرمون السعاده اللي خصو يتفرز وكتصدق ما داير حتى شي لعبه. وزيد على هذه القضيه ان بنادم كتلقى عايش في الدماغ ديالو بزاف، ما كيقدرش يعيش اللحظه، عايشين في الدماغ ديالو، كيبقى يفونتازمي على الاهداف ديالو، على لي بلان، ماشي الاهداف بحد ذاتهم، ولكن كيفونتازمي على ليكزيكسيون ديال الاهداف. ولو بقيتي كديرها نهار على نهار غتوصل لواحد المرحله ان تولي عندك ساتيسفاكشن ولا السعاده كتخرج لك غير من انك تفكر في الخطه، ماشي تنوض اكزيكوتيها وديرها. فوالا هادشي اللي كاين، نتمنى يكون استفدتوا شي حاجه، عجبكم الفيديو. كما قلت لكم ما رانيش في الدار، ما رانيش في السيت اب ديالي، الناس ديال جلس مقاد ما تكيش، نتمنى تكون الجلسه عجباتكم. هذا ما كان، تهلاو في راسكم، ما تنساوش خوتنا في غزه، وما تنساونيش بواحد لايك سبسكرايب، تهلاو الله يعاون.